أبرز صفقات ريال مدريد وبرشلونة المحسومة لحد الآن. بالنسبة لصفقات ريال مدريد، فلورنتينو بيريز في حملته الانتخابية أعلن عن التعاقد مع لاعبين، واحد في قلب الدفاع وهو براهيما كوناتي قادما من ليفربول، الآخر هو دينزل دومفريس قادما من انتر ميلان مقابل 20 مليون يورو. أيضا أعلن عن صفقة أخرى أو عرض آخر سيقدم إلى لاعب آخر، قال إنه جالاكتيكو، لكن راح نأجل الكلام عن الصفقة السوبر إلى وقت آخر من هذه الحلقة. أنا أحب أتكلم عن كوناتي وعن خصائص كوناتي وعن الإضافة اللي راح يقدمها كوناتي، وأيضا عن الانتقادات اللي توجهت إلى براهيما كوناتي في موسم الأخير مع ليفربول. خلال هذا الموسم وجهت يعني انتقادات كثيرة جدا إلى براهيما كوناتي، وأنا من وجهة نظري براهيما كوناتي مو لاعب سيء أبدا، إنما لاعب كانت عنده مشكلة الإصابات. وأيضا إذا أنت ترجع إلى موسم ليفربول بالمجمل مع أرني سلوت في هذا الموسم كان ليفربول سيء، حتى الصفقة السوبر اللي جابوا فيها فلوريان فيرتس قادما من ليفركوزن ما قدم أي شيء ممكن أنه يثبت أنه هذا اللاعب استحق المبلغ اللي جاوز 140 أو 150 مليون يورو. أيضا صلاح نجم ليفربول ما كان في أفضل مواسمه، إذا ترجع إلى فان دايك ما كان، يعني حتى الصفقات الكبرى اللي سواها ليفربول ما قدمت الإضافة. أنا من وجهة نظري بسبب أسلوب أرني سلوت، بسبب المشاكل اللي صارت مع التكتيك أرني سلوت، مع عقلية أرني سلوت. فبراهيما كوناتي كان واحد من أو من هؤلاء اللاعبين اللي تأثروا بضعف أداء ليفربول وبضعف الفريق أو جودة الفريق خلال الموسم. أنا من وجهة نظري براهيما كوناتي أفضل من أغلب المدافعين الموجودين عندنا حاليا. هو يشبه روديجير لكن أعلى من روديجير بمراحل من وجهة نظري. في الكرات الهوائية هو أفضل من هاوسن، يعني أنا ما أشوف أنه الصفقة سيئة إلى هذا الحد بحيث أنه يتم انتقاد فلورنتينو بيريز لأنه تعاقد مع براهيما كوناتي. يمكن لأنه راح يجي مجانا، وفكرة عشق بيريز للصفقات المجانية ممكن غير أو أنه أثر على تقييم المتابعين والنقاد لهذه الصفقة. أما من وجهة نظري أنا أشوف أنه الصفقة راح تفيد دفاع ريال مدريد، وأنت بالمحصلة في ريال مدريد خط الدفاع يعاني من ضعف. أنت الجودة في خط دفاع ريال مدريد كانت مفقودة تماما، يعني خصوصا مع غيابات ميليتاو المتكررة، لأنه ميليتاو لاعب من وجهة نظري سوبر، لكن مشكلته في الإصابات، وأنه دائما يجي في نهاية الموسم في أوقات صعبة الفريق يكون فيها يعاني، خصوصا في الموسمين الأخيرين أنه موسمين صفريين ومشاكل داخل الفريق ومع المدربين، وآخر أيام أنشيلوتي، وأيضا بداية ألونسو وبعدين أربيلوا. إذن جودة الفريق بالمجمل كانت ضعيفة أو متدنية جدا. فمن وجهة نظري براهيما كوناتي راح يقدم إضافة جيدة، لكن هل على فلورنتينو بيريز أو ريال مدريد كفريق أو مورينيو أن يكتفي بكوناتي فقط في قلب الدفاع كصفقة؟ أنا من وجهة نظري أنه أي فريق مثل ريال مدريد، مثل برشلونة، مثل بايرن ميونخ، هذه الفرق الكبيرة أو الفرق الكبيرة اللي دائما تنافس على أغلب البطولات الموجودة في الموسم، مع أنه ريال خرج موسمين صفريين، لكن دائما أنت تحتاج إلى لاعبين سوبر أساسيين، وأيضا إلى لاعبين ممكن تستفاد منهم كأوراق خلال الموسم في بعض المباريات، في بعض البطولات، أنه تصير مداورة بين اللاعبين، خصوصا مع هذا الكم الهائل من المباريات اللي تصير خلال الموسم والإصابات المتكررة للاعبين. فالريال يحتاج إلى صفقة أخرى في قلب الدفاع أو كلاعب جوكر، إنه خرجت إخبار إنه مورينيو طلب لاعب جوكر بمعنى شنو؟ بمعنى يلعب كقلب دفاع ويقدر يلعب كظهير أيسر. وأيضا في حال إنه إذا تقدم أحد الأظهرة مثلا، إذا هو تقدم كظهير، إنه ممكن يكون هذا اللاعب ضيف ظهير وهذا اللاعب يلعب كقلب دفاع ثالث. مثلا كاريراس عنده إمكانية أنه يلعب كقلب دفاع ثالث في حال تقدم الأظهرة، أو أنت حاولت أنه تزيد الكثافة في منطقة الوسط لما تكون متأخر في النتيجة وأنت بحاجة إلى حسم.
هذا البروفايل اللي طلبه مورينيو إذا صحت الإخبار، وهو بروفايل يحتاج الفريق. ويمكن خرجت إخبار أنه هو طالب بواحد مثل جوارديول أو واحد مثل كالافيوري. وبالنسبة لي جوارديول الصفقة الحلم، يعني حتى قبل ما يروح إلى مانشستر سيتي أنا شاهدته في الدوري الألماني، وأنا شاهدته مع المنتخب الكرواتي، حتى في كأس العالم في قطر تعرض لموجة من التنمر والسخرية بسبب لقطة ميسي. بالمحصلة منو المدافع اللي ميسي ما راوغه؟ حتى راموس العظيم كواحد من أفضل لاعبي خط الدفاع في التاريخ، ميسي كان يراوغه في مرات كثيرة. حصل مع بيبي، حصل مع مدافعين كثيرين، يعني حتى في الدوري من الأندية الإيطالية، من الأندية الإنجليزية. فبالمحصلة أنا أشوف جوارديول من الصفقات السوبر اللي أتمناها، واللي راح تضيف جودة رهيبة جدا لدفاع الريال. إذن كوناتي صفقة برأيي جيدة. نحتاج إلى مدافع آخر، سواء كان يلعب كظهير وقلب دفاع، أو أنه تجيب واحد مدافع ثابت مثل باستوني، وتجيب لاعب احتياط لمركز الظهير في حال إذا فران غارسيا رحل، أو ممكن أنه ميندي يرجع من الإصابة ويعتمد عليه مورينيو. بالمحصلة الصفقة جيدة، لكن نحتاج إلى تعزيز. بالنسبة إلى دينزل دومفريس، دينزل دومفريس هو مو أرنولد من حيث الذكاء الميداني، هو ما يشبه كارفاخال، هو مو داني ألفيش، هذا متفقين عليه. هل هو أفضل كعقلية من أرنولد؟ طبعا لا. الفكرة وين؟ الفكرة أنه غالبا هو راح يجي كخيار احتياط لمورينيو كبديل لترينت ألكساندر أرنولد. أهمية صفقة دومفريس وين؟ أهمية صفقة دومفريس إنه دومفريس لاعب بدني جدا، يعني قوي جدا بدنيا، وفي نفس الوقت عنده جودة أو سرعة في الانتقال إلى المناطق العالية مع الكرة أو بدون كرة. هو لاعب تقريبا نوعا ما عنده شوية عشوائية، بحيث أنه تشوفه في اللقطة أنه صار جناح طيار وصعد إلى مناطق عالية في الهجوم، وممكن الكرة تكون وياه أنه يصعد مع الكرة أو بدون كرة، وتشوفه راوغ لاعب أو لاعبين بشكل غير متوقع أبدا، عرض الكرة لمنطقة الجزاء أو تمرير إلى أحد اللاعبين في المناطق العالية وفي الثلث الهجومي. دومفريس بدني جدا، ممكن في بعض المباريات اللي أرنولد يكون فيها مرهق أو أنه عليه حمل زايد وتكون مداورة بينه وبين أرنولد في بعض مباريات الدوري مع أندية الوسط أو الأندية في ذيل الدوري، ممكن أنه تستفاد منه في أوقات كثيرة. ممكن بعد الدقيقة 60 أو 70 تستبدل أرنولد وينزل دومفريس يقدم لك جهد بدني. ليش؟ لأنه دومفريس يقدر يطلع للهجوم بسرعة عالية وبجودة عالية، وبنفس الوقت يرجع بسرعة في الارتداد العكسي لما في حال فقدان الكرة أو في حال استقبال الضغط. فدومفريس ممكن تستفاد منه بدنيا، هو من نوعية اللاعبين اللي تشوفه مرات في الكرات الثابتة يدخل إلى العمق، ممكن يسجل أهداف، ممكن يتسبب بإزعاج للخصم، وأيضا في الرواق. هو مو ذاك اللاعب الذكي اللي مثل أرنولد عنده قراءة عالية للملعب، عنده جودة تكتيكية في المساحات. مو هو اللاعب اللي ممكن يكون صانع ألعاب محترف جدا، أو بتعبير آخر بجودة عالية جدا. لكن من وجهة نظري كخيار ثانوي احتياط لأرنولد، أو أنه بالتناوب مع أرنولد، أشوفه خيار ممتاز جدا. لأنه بالمحصلة أنت ما تقدر تجيب لاعب بقيمة حكيمي ويكون احتياط لأرنولد، أنت تحتاج إلى بديل بجودة عالية كبديل، مو كجودة لاعب أساسي، إنما كجودة لاعب بديل. أشوف مورينيو يحب هذا النوع من اللاعبين، هذا اللي يقدم لك جهد بدني كبير ويقاتل في المنطقة اللي هو يلعب بها، أو في المركز اللي هو يلعب به. إذا فبالمحصلة مورينيو يحب هذا النوع من اللاعبين، هذا اللاعب اللي يقدم لك جهد بدني عالي. لما تحتاج إلى جودة بدنية أو إلى قوة بدنية وقتالية داخل الفريق،
فأعتقد الصفقة جيدة وتخيلوا أنه انتبهوا للسعر، يعني تخيل أنه دومفريس بهذه الجودة اللي ممكن يستفيد منها تحت قيادة مدرب من نوعية مورينيو، بين قوسين من نوعية مورينيو، وب20 مليون من نادي انتر ميلان. أعتقد أنه أندية أخرى كان ممكن أنه تدفع مبلغ أكبر في حال أنه ما كان هذا الشرط الجزائي موجود. نجي إلى الصفقة الموعودة اللي وعد بها بيريز، أو في الحقيقة ما وعد أنه يتعاقد وياه فعليا، إنما وعد بأنه يقدم عرض يبدأ من 150 ممكن يوصل ل 160 170 بحسب اللي راح يصير أو ردة فعل النادي اللي راح يقدم له العرض. هو كان ذكي، ما قال لك راح اتعاقد وياه، انما قال لك راح اقدم عرض. طيب شنو هي معايير هذا اللاعب او مواصفات هذا اللاعب؟ قال لك هو ما يلعب في الدوري الانجليزي، حتى نستبعد إنزو فرنانديز بحسب كلامه. قال لك هو ما مو أوليسي، يعني بمعنى انه استبعد أوليسي، مع انه الاعلام قال لك لا، انه الصفقة هي أوليسي. قال لك فريقه يلعب في الدوري، او فريقه هذا اللاعب يلعب في فريق موجود في دوري الابطال، بمعنى في على مستوى المنافسه في دوري الابطال وليس المشاركه. طيب قال لك هل هو دفاع؟ لا مو دفاع، لاعب وسط او هجوم. وفق هذه المعايير او المواصفات ما يبقى لك غير برشلونه واتلتيكو وباريس سان جيرمان. طيب هل برشلونه راح تبيع لاعبيها؟ ما اعتقد، حتى اذا فلورنتينو بيريز قدم عرض ب 200 مليون ما اعتقد انه برشلونة تكون مستعدة للتخلي. يعني من اكو برشلونة يستحق 150؟ عندك بس لامين يامال وبيدري. هل برشلونة راح تبيع نجومها؟ صعب جدا. اذا تروح للشرط الجزائي صعب جدا، لانه الشرط الجزائي عالي. يعني اذا ترجع الى عقد فينيسيوس مثلا الشرط الجزائي مليار، ترجع الى فالفيردي، ترجع الى كيليان امبابي، الشروط الجزائية في عقودهم مليارية. إذا نروح إلى بايرن ميونخ، منو في بايرن ميونخ يستحق 150 مليون يورو؟ عندك أوليسي، هو قال لك مو أوليسي، مع أنه الإعلام بعدين سرب أنه فكرة أنه بيريز ما أعلن عن اسم أوليسي، لكن الصفقة هي أوليسي. طيب شوية خلنا نبعد أوليسي أو نستبعد أوليسي شوية حتى نشوف منو في بايرن ميونخ بعد أكثر يستحق 150. عندك هاري كين كان في توتنهام وسعره 100 مليون، لكن بيريز رفض التعاقد وياه، وكان متاح ويريد، لكن بيريز ما قدم له أي عرض. حتى عندما كارلو أنشيلوتي طلب التعاقد مع اللاعب بعد رحيل كريم بنزيما، لكن الإدارة رفضت. طيب جمال موسيالا، ما أعتقد أبدا أنه حاليا جمال موسيالا يستحق 150 مليون كعرض أولي، وهو حتى مبلغ 150 ما أعتقد جمال الموسيالا حاليا يستحق هذا الملعب. ممكن في بداياته كان يستحق قبل الإصابة ممكن، وحتى كبروفايل أنت ما تحتاج إلى لاعب بمواصفات جمال موسيالا. أنت عندك أردا جولر، أنت عندك جود بيلينغهام، أنت عندك رودريغو ممكن يلعب كرقم 10، نيكولاس باسي راح يرجع من كومو. بالمحصلة ما أعتقد أنه كبروفايل يحتاج الريال، وأيضا كسعر هو ما يستحق. ما عندنا أي لاعب آخر في بايرن ميونخ يستحق هذا المبلغ ما عدا أوليسي. طيب منو بقى؟ باريس سان جيرمان منو من اللاعبين الموجودين في باريس سان جيرمان يستحق فعلا 150؟ ديمبلي ممكن كقيمة بعد الفوز بالكرة الذهبية ولقب شامبيون لموسمين متتاليين، لكن المعيار اللي وضع بيريز قال لك هو لاعب شاب، وديمبلي مو لاعب شاب. طيب منو بعد موجود في باريس سان جيرمان؟ انت عندك كفاراتسخيليا ممكن انه يستحق المبلغ. يعني هو من اللاعبين حتى اذا كان في المعايير السوق او في ترانسفير ماركت ممكن من 100 إلى 150 ممكنة، لكن في حال إذا أنت تريد تشتري من باريس ولقى فريق فايز ولاعب أساسي وأحد أسباب الفوز بدوري الأبطال لموسمين متتاليين، فممكن يوصل إلى هذا السعر. لكن المشكلة وين؟ المشكلة أنت عندك فينيسيوس جونيور. طيب
إذا أنت تقدم عرض إلى كفاراتسخيليا فغالبا أنت قررت أنه أنت تبيع فينيسيوس جونيور. هل كفارا يقدر يلعب في اليمين؟ يقدر يلعب في اليمين، لكن هل بنفس الجودة لما يلعب في اليسار؟ طبعا لا. في حال إذا أنت تخلصت من فيني ومشاكل فيني ومشاكل عقد فيني، ما أنت عندك كيليان أساسا يلعب في هذا المركز، وأنت عندك رودريغو هو مركزه الأساسي الجناح اليسار. فمن وجهة نظري نستبعد كفاراتسخيليا، وحتى إذا كان هو نفس اللاعب اللي بيريز يفكر به، ما أعتقد أنه الريال يحتاج كفاراتسخيليا، مو انتقاصا من كفاراتسخيليا، إنما هو لاعب سوبر، ممكن يروح برشلونة، ممكن يروح بايرن، هم يحتاجون هذا البروفايل، أو برشلونة قبل ما يتعاقد مع أنتوني جوردون. دوي ممكن ديزيري دوي يلعب في مركز الجناح اليمين، يعني كبروفايل، كتمركز، كتوظيف ممكن، وهو يستحق هذا المبلغ، ممكن انه يندفع في هذا المبلغ. ترجع الى خط الوسط، فيتينيا حلم. خلينا نتفق انه اذا اي فريق او خصوصا ريال مدريد تعاقد مع فيتينيا، ففيتينيا هو القطعة الناقصة في ريال مدريد حرفيا. هذا البروفايل هو البروفايل اللي يعاني منه ريال مدريد من بعد رحيل كروس، وخصوصا اكتملت برحيل لوكا مودريتش. لكن هل باريس راح يبيع فيتينيا فعلا؟ ما اعتقد ابدا انه باريس يفكر في بيع فيتينيا. ولويس انريكي من الشروط اللي اشترطها على الإدارة أنه وقت تعاقدوا وياه لتدريب باريس سان جيرمان، أنه أنتم ما تبيعوا اللاعبين، ما تعتمدوا سياسة بيع اللاعبين وربح الأموال. هذا الفريق أريد الفريق يبقى، أريد اللاعبين يبقون، ونبني مشروع. أنا أحدد أساسيات هذا الفريق، ملامح هذا الفريق، والفريق أصلا مبني حول فيتينيا. فما أعتقد أنه باريس يفكر في بيع فيتينيا، وما أعتقد أكو أي اتفاق ضمني بين باريس وفيتينيا كشرط جزائي، لأنه القوانين في فرنسا وألمانيا ما تسمح بإدراج أي شرط جزائي في عقود اللاعبين، على عكس إسبانيا وإنجلترا على سبيل المثال. فصعبة جدا صفقة فيتينيا. هي ضرورية، نعم هي ضرورية. هو اللاعب اللي يقدر يصنع لك اللعب في الثلث الأول ويتحكم برتم المباريات، حرفيا هو يدير الملعب، هو المحرك الأساس، هو العقل المدبر لتحرك فريق باريس سان جيرمان. وإذا صارت معجزة وبيريز أقنع اللاعب أو أقنع باريس سان جيرمان بأي مبلغ، 200 مليون، ما أشوفه مبلغ كبير جدا بفيتينيا. بس المشكلة أنه هو مو للبيع، وهذا واضح جدا. الاسم الآخر اللي تم طرحه هو جواو نيفيش. ما أعتقد أبدا أنه ريال يحتاج إلى لاعب مثل جواو نيفيش، ليس لأن اللاعب ما عنده جودة أبدا، اللاعب عنده جودة عالية جدا في خط الوسط. بس المشكلة وين؟ المشكلة في بروفايلات اللاعبين خصائص الفنية. وكبروفايل جو نيفيش يشبه فالفيردي، هو شوية على من فالفيردي لما تكون الكروية أو كجودة فريق، ممكن كتركيبة خط وسط باريس هو يقدم لك الإضافة الأكثر. لكن المشكلة في البروفايل، هو مو لاعب اللي يقدر يلعب 6 بجودة فيتينيا ويتحكم بالرتم، إنما هو لاعب مساند للمحور. هو أبدا ما أشوف اللاعب محور، إنما بوكس تو بوكس، يهاجم المساحات، يقدم مجهود بدني قوي جدا، بحيث هذا المجهود البدني هو اللي يساعد فيتينيا على الهدوء والتحكم بالرتم. إذن فهو لاعب مساند، لا هو 8 صريح إبداعي، ولا هو 6 بقيمة فيتينيا، إنما هو لاعب جزء من هذا وشوية من هذا، بحيث هو اللي يقدم الجهد البدني، بينما فيتينيا هو اللي يتحكم بالرتم. فهو لاعب مساند، ومن خصائص الفنية أنه يشبه فالفيردي. فلذلك بوجود فالفيردي ما أعتقد هناك أي حاجة لوجود جواو نيفيش. وأيضا إذا أنت جبت جواو نيفيش في المحصلة، أنت تحتاج إلى لاعب من خصائص فيتينيا، من خصائص مودريتش، من خصائص توني كروس. فنيفيش ما راح يحل لك المشكلة.
هذه المشكلة الأساسية في ملف نيفيز. رجعت الإخبار وقالت إنه الصفقة هي أوليسي، وإنه بيريز ما أعلن عن الاسم لسبب إنه حتى ما يحرج اللاعب، ما يحرج نفسه أمام النادي مثل ما صار مع خصمه ريكيلم هي اللي أعلن عن هالاند، وبعدين سيتي خرج ببيان انتقاد وطالب، قال إنه ممكن نتوجه إلى الاحتفاظ بالحق القانوني والشكوى. طيب أوليسي ابتداء ماكو أي خلاف على جودة أوليسي، ماكو أي خلاف إنه أوليسي إذا إجا إلى ريال مدريد مع مورينيو بخطة 4-2-3-1 وهو يلعب على اليمين راح يضيف توازن ما بين اليمين واليسار، ما بين صفحة فيني أو جبهة فيني وجبهة اليمين. لكن السؤال الأبرز من وجهة نظري لازم إحنا نطرحه، هل صفقة لاعب مثل أوليسي هي رفاهية لو حاجة؟ ضرورة أم رفاهية؟ هي ضرورة من ناحية، لكن مو هي الضرورة الملحة. يعني مو هو اللاعب اللي بسببه أنت خرجت موسمين صفريا. يعني مركز الجناح الأيمن أنت ما خرجت بموسمين صفريين وكارثيين لأنك ما عندك لاعب في هذا المركز. أنت قدمت أداء كارثي أولا بسبب قرارات إدارية وهذا متفقين عليه، لكن ثانيا والأهم أنه أنت خط الوسط أنت تحتاج إلى حلول إبداعية. عندك فقر شديد في الحلول الإبداعية في خط الوسط. ما عندك هذا اللاعب اللي لما بيلينغهام يتقدم أو فالفيردي يتقدم أو يقدم جهد بدني بوكس تو بوكس من الوسط من الدفاع إلى الهجوم، ما عندك هذا اللاعب اللي من قيمة فيتينيا مثلا، اللي يتحكم بالرتم، اللي يكون لاعب محطة يسرع الرتم يبطئ الرتم. ما عندك هذا. لا، أنت أساسا هذا كان سبب في أنك فقدت نقاط كثيرة جدا في الدوري وخسرت مباريات في دوري الأبطال. ببساطة أنت تحتاج إلى لاعب في مركز الوسط. أيضا منظومتك الدفاعية مضحكة جدا كانت خلال الموسمين، ممكن مو كجودة أفراد إنما كمنظومة. أنت تحتاج إلى تدعيمات في خط الدفاع، تحتاج إلى لاعب قلب الدفاع سوبر، تحتاج إلى ظهير أيمن إما سوبر وكاريراس يكون احتياط، أو ظهير احتياط مثل بروفايل واحد مثل غوتيريش، واحد مثل كركيز، من هذه النوعية اللاعبين اللي ممكن يتبادل مع كاريراس. أنت جبت دومفريس مشكور، طيب، لكن أنت تحتاج إلى ظهير، إما ظهير يلعب ظهير ومدافع أو أنك تجيب مدافع وظهير. هذا المبلغ اللي ممكن تدفع ويوصل إلى 200 مليون أو 180 مليون في أوليسي، أنت راح تقدر أنه تبني فريق تقريبا ما بينقص. لاحقا تقدر تعزز هذا الفريق وتدخل في صراعات مع بايرن ميونخ من أجل أوليسي. أنت إذا جبت أوليسي مش شكرا، لكن أنت تجيب أوليسي وما تجيب لاعب خط وسط، هاي مشكلة. لاعبي خط الوسط المقترحين انه تكلموا عن رودري فترة تكلموا عن هويلواند لاعب سبورتينغ لشبونة، حاليا تكلموا عن ماتيوز نونيز البرتغالي انه مورينيو طلبه بالاسم. لاعب المحور هذه ضرورة ابدا ما بها رفاهية. طيب انا منو اتمنى في خط الوسط مو كلاعب محور من خصائص فيتينيا، اما لاعب اخر في خط الوسط ممكن يلعب 8، ممكن يلعب في منطقة الجناح، ممكن في المساحات التكتيكية. اول شيء لما ارتبط اسمه مع ريال مدريد انا فكرت في الامر انه هذا اللاعب انا كنت اتمنى انه يجي للريال بعد مونديال 2018 في روسيا، هو برناردو سيلفا. بعدين قلت لا، انه كرد فعل اولي قلت لا ما اريد هذا اللاعب يجي للريال. بعدين فكرت في الامر والاضافه اللي ممكن يقدمها والادوار اللي اصلا هو يمتاز بها، انا غيرت رايي. ليش؟ لانه برناردو من نوعيه اللاعبين الخط الوسط اللي يشوفه لاعب جوكر. اساسا هو لعب كمحور مع جوارديولا في بعض المباريات، يلعب في منطقه صناعه اللعب، لاعب كرقم 8، احيانا يلعب كجناح وسط، احيانا حتى ضدنا في مباريات ريال مدريد كان يلعب احيانا كجناح يمين. فبطبيعة الحال برناردو شخصية
قيادية داخل الملعب وغرفة الملابس، لاعب فائز، أقصد فائز عدة مواسم بالدوري مع بيب غوارديولا، لاعب متشبع بالأفكار التكتيكية مع غوارديولا، لاعب لعب في عدة مراكز مع السيتي، وهو شخص قائد، هو شخص كلاعب أشوفه لاعب سوبر، ممكن يقدم لك موسمين توب في حال إذا ما صارت وياه إصابات، فممكن يلعب كمو خيار دائم مثلا، إنما يلعب في هذه المنطقة منطقة الجناح، ممكن يلعب كرقم 8، ممكن يدخل في المساحات، ممكن يلعب في وسط في بعض المباريات. فأشوف إنه أي فريق سواء كان ريال مدريد، وهذا اللي أتمناه، أي فريق يقدر يتعاقد مع برناردو سيلفا فهو يتعاقد مع لاعب سوبر لمدة موسمين كأقل شيء، لاعب خبرة، لاعب قوي تكتيكيا. حتى في إحدى المرات غوارديولا لما سألوه إنه ليش برناردو هو اللاعب الأساسي دائما، غوارديولا قال ما معناه، إنه طالما برناردو موجود مع السيتي وهو يريد أن يبقى مع السيتي فهو سيبقى لاعبا أساسيا في فريقه، لأنه برناردو سيلفا هو اللاعب الذي يمكن أن يقدم لك كل شيء في الملعب. هذا تقريبا نص ما قاله غوارديولا. طيب هذا اللاعب إذا يجي إلى الريال راح يقدم لك أولا جودة، راح يقدم لك خبرة، راح يقدم لك عقلية في التعامل مع المواقف الصعبة، وممكن يقدم لك أدوار قيادية داخل وخارج الملعب، أقصد في غرفة تبديل الملابس. فأتمنى هذا اللاعب، طبعا مو هو الوحيد، إنما يجي لاعب مثل بروفايل فيتينيا، أنجلو شتيلر مثلا، عندك أي لاعب آخر في خط الوسط، لاعب شوي إبداعي يقدر يتحكم في الرتم. مع أن الإعلام تكلم بصورة مبالغة جدا عن صفقة أوليسي، وكل واحد قدم سيناريو، لكن ما أعرف أنه أنا عندي شعور أنه هذا اللاعب مو أوليسي، لأنه بايرن من نوعية اللاعبين أو الأندية اللي ما تبيع لاعبيها. يعني هذه القصة تكررت ويانا في انتخابات بيريز 2009، هو وعد أنه يقدم عرض من أجل ريبيري، لكن ريبيري حتى لما تمرد على إدارة البايرن قعدوا ويا اللاعب ورفضوا الباب بأي مبلغ وأقنعوا ريبيري، وشفتوا مسيرة ريبيري مع بايرن ميونخ. فما أعرف أنه هم ما راح يبيعون، هذا رأيي أنه ما يبيعون. وأنت أساسا يعني رئيس بايرن ميونخ قبل ساعات خرج بالتصريح بعد الانتخابات اللي صارت يوم 7، خرج بتصريح لما سألوه عن رغبة بيريز في تقديم عرض ب150 مليون يورو من أجل أوليسي. قال إذا فعلا بيريز يريد يقدم عرض فأنا أنصحه بأنه أساسا ما يتعب روحه، إحنا نادي ما يبيع لاعبين، هاللاعبين الموجودين في بايرن ميونخ هم لاعبين موجودين من أجل المتعة، هم لاعبين إحنا جبناهم من أجل الجماهير، إحنا النادي نريد نستمتع بكرة القدم ونريد نمتع جماهيرنا، فإحنا ما راح نبيع لاعبيننا. هذا الكلام هو متعلق مثلا بعقلية بايرن ميونخ، هو ممكن يكون كلام إعلامي، لكن ما أعرف أنه ما أعتقد أنه أوليسي هو الصفقة. ما أعرف، عندي إحساس ممكن يكون هو، لكن أنا عندي إحساس أنه ممكن يقدم عرض مجنون إلى لاعب مثل لاعبين برشلونة، وهو يعرف راح يتم رفض الصفقة من برشلونة أو من باريس مثلا من أجل فيتينيا. هناك كلام عن ألفاريز، لاعب أنه صحفي اسمه رامون ألفاريز، مع أنه مو هو الصحفي الموثوق أو اللي هو قريب من مكاتب ريال مدريد وما عنده سبق صحفي متعلق بأخبار ريال مدريد، لكن هناك كلام. يوم الثلاثاء راح يقدمون العرض ب150 مليون وإحنا راح نشوف. طيب هسه نجي إلى صفقات برشلونة فعليا تعاقدت مع لاعب نيوكاسل أنتوني غوردون بمبلغ 70 مليون كمبلغ ثابت، زائدا 10 مليون كمتغيرات وحوافز. أنا لما أقيم هذه الصفقة لبرشلونة أعتقد أنه هو غوردون لاعب جيد، ممكن تعتبره ممتاز أو سوبر، مع أنه مو من البراندات أو من اللاعبين اللي بقيمة مثلا فينيسيوس وإمبابي ولامين يامال أو أي لاعب مثلا كفاراتسخيليا، هو مو من نوعية هاللاعبين،
لكن هو لاعب جيد، عنده 17 هدف خلال الموسم في مختلف البطولات، منهم 10 أهداف في دوري الأبطال. سجل تهديفي رائع، يعني ممكن يكون أفضل من سجل لاعب مثل راشفورد، فينيسيوس، ممكن حتى من لويس دياز كسجل كأرقام. لكن ما زلت أشوف أنه مو هي هاي الصفقة المنتظرة لبرشلونة. ليش مو هي الصفقة المنتظرة؟ أولا السعر، أنه برشلونة دفعت مبلغ كبير جدا أشوفه قياسا إلى وضع برشلونة اللي هستوى راجع لقاعدة 1-1. يعني هستوى يقدر أنه يسوي صفقات أو يورم صفقات، وهو يحتاج إلى مدافعين، يحتاج إلى لاعبين في الوسط، يحتاج يعني يمكن المركز الوحيد اللي ما يحتاج فيه برشلونة إلى لاعبين هو مركز لامين وبيدري. أما مركز الجناح أنت عندك رافينيا، أنت إيش راح تسوي برافينيا؟ رافينيا هل راح تحوله إلى مهاجم، راح تحوله إلى لاعب رقم 10 أو مهاجم ثاني؟ ما أعتقد أنه برشلونة تعاقدت مع جوردون حتى يكون بديل احتياط لرافينيا بهذا السعر العالي جدا. يعني ما أعرف سر الصفقة، يعني لحد الآن ما قدرت أنه ألزم الصفقة وأقول أنه هذه فوائدها الحقيقية. أعرف أنه فليك ممكن يكون عنده رأي ثاني، أنه يغير مركز أو أنه عنده يدخل في الممار، يدخل كلاعب أو مهاجم ثاني، مرات يلعب كمهاجم، لكن مو بهذا السعر. يعني سعر اللاعب عالي جدا قياسا لظروف برشلونة. ممكن ريال مدريد يبيع مثله أو يشتري مثل هذا اللاعب بمبلغ 80 مليون مثلا، ويكون احتياط، إنه يكون يلعب أدوار مختلفة، ما يلعب كل الموسم. إنما مو هو الصفقة اللي تسوي ضربة في ميركاتو الفريق. السؤال الآخر ملف المهاجم، إنه إذا برشلونة دفعت مبلغ 80 مليون في أنتوني جوردون وعندها رافينيا، هل برشلونة عندها الإمكانية فعلا إنه تجيب مهاجم سوبر بسعر 100 مليون مثلا؟ طيب إذا جابت مهاجم سوبر ب100 مليون، هل عندها الإمكانية إنه تجيب لاعب ظهير أيسر اللي هذا المركز اللي بالدي متذبذب فيه بسبب الإصابات؟ تقدر تجيب لاعب وسط آخر مثلا تصرف 200 مليون في السوق؟ ما عدا جوردون ولاعب الفاريز. ملف الفاريز، إنه الفاريز هو اللاعب اللي ديكو كان قدم له عروض وحاول معه، وبعدين إدارة أتلتيكو مدريد أصدرت بيان تتنمر فيه على العرض مثلا. بكل الأحوال أتلتيكو وسيميوني ما راح يبيعوا الفاريز بأقل من 120 مليون. يعني كحد أدنى أساسا هم اشتروا اللاعب من السيتي ب99 مليون، فما ممكن يبيعوا ب100 مليون، يعني بفارق 1,000,000. فما أعتقد أنه الصفقة كانت ناجحة ماليا. ممكن تكون تكتيكيا أنه يدخل في العمق يلعب كرقم 10. بس أكو فكرة أخرى، أنه قبل يعني لما رحل تشافي هرنانديز عن تدريب برشلونة، كان رافينيا أيضا مقرر أنه يغادر برشلونة، لكن فليك أقنعه بالبقاء. طيب لما أنت تشتري لاعب بمبلغ 80 مليون من نيوكاسل، هل هذا يعني أنه رافينيا راح يغادر برشلونة؟ أنا أشوف برأيي الشخصي أنه في حال إذا رافينيا غادر برشلونة، فأنت برشلونة خسرت، والصفقة خاسرة بكل الأحوال، لأنه رافينيا خلال موسمين مع فليك قدم أداءات خرافية حتى مع الإصابات. يعني كان يرجع من الإصابة مباراتين ويرجع إلى قمة مستواه، يقدم أدوار خرافية تكتيكية بدنية قيادية حسم. فأعتقد أنه صفقة جوردون مو هي الصفقة اللي كنت أعتقد أنه برشلونة راح تسويها بعد العودة لقاعدة 1-1. كنت أتوقع صفقات مثل يقدم عرض لكفاراتسخيليا مثلا، ممكن يقدم للويس دياز، رافالياو، مع أنه رافالياو من اللاعبين اللي ما أعتقد أنه يستحق أن يلعب في فريق كبير بسبب عقليته. لكن
في حال انه انت رجعت الى هذه القاعده كنت تتوقع اما صفقه سوبر، يعني من الصفقات اللي فيها صدى كبير، يعني تخلي توازن ما بين صفحه اليمين والصفحه او الجهه اليسار، اللي كان رافينيا يقدم فيها توازن رهيب بين مركزه ومركز اليمين، وايضا وجود ليفا او انه فيرمين هو اللي يلعب كمهاجم وهمي، او انه فيران توريس هو اللي يبدا. في مركز الدفاع برشلونة قدمت يمكن كانت تشتغل على صفقة لاعب الانتر باستوني، وانه صار كلام انه صار تقارب، يعني تقريبا الصفقة وصلت لمراحل متقدمة، واللاعب انه كان ممكن يتجاوب مع العقد او مع العرض، لكن الانتر رفض البيع بمبلغ 50 مليون، وقال انه ما راح نكرر خطأ اللي ارتكبناه مع اونانا لما انتقل الى مانشستر يونايتد. انا قرأت خبر من مصدر ما يعني مو هو من المصادر اللي بقيمة فابريزيو او دا اثلتيك او مثلا الموندو ديبورتيفو سبورت لما يتعلق الامر ببرشلونة، او يعني مو من المصادر المعتمدة يعني بشكل دائم، لكن كان خبر انه هناك تحركات من ديكو للتعاقد مع مدافع اعتبره يعني اللي فكر بهذه الصفقة اعتبره شخص ذكي جدا جدا جدا، لانه تكلم عن لوك باكيو يعني. فهل هذه الصفقة انه راح تتم؟ في حال اذا تمت فهي ضربة معلم لدفاع برشلونة هو لديكو لإدارة برشلونة. سعر الصفقة ما اعرف، ما كان الخبر انه وياه، انما مجرد اهتمام او ممكن صار تواصل مع محيط الله. بالمحصلة موضوع برشلونة ايضا يحتاج الى حلقات والى فيديوهات كثيرة، لكن حاليا الصفقة المحسومة هي صفقة أنتوني جوردون. هناك كلام ذكي جدا انه هناك تحرك على برناردو سيلفا. برناردو سيلفا همين اعترف انه اكو عرض من برشلونة واحترم هالشي، يعني هو في تصريح قال هالكلام في تصريح لما سألوه عن العروض. لكن الكلام اللي صار انه بعد اهتمام او انتشار اهتمام مورينيو وريال مدريد انه بالتعاقد وياه ممكن اجل، قال كل شيء راح يكون بعد المونديال، انا راح اختار النادي اللي يحبني، وانا راح اختار النادي اللي راح ارتاح بالتواجد في الموسم القادم وياهم. هناك كلام عن اتلتيكو، لكن بالمحصلة برشلونة، ريال مدريد، اتلتيكو، اي فريق يتعاقد مع برناردو سيلفا بالعافية عليه، وهو حسم صفقة سوبر لموسمين وصفقة مجانية بالمحصلة. راح نتكلم في حلقات اخرى يعني عن مشروع برشلونة، انه منو المدافع منو لاعب الوسط، لكن حاليا اغلب الصفقات يعني هي مجرد شائعات او اشاعات بسبب كأس العالم. اللاعبين سافروا الى الولايات المتحدة الامريكية، الى المكسيك، الاخبار تقريبا تأجلت الى ما بعد المونديال، وما بعد المونديال او اثناء المونديال ممكن نتكلم عن صفقات برشلونة في حال اذا صارت تحركات رسمية باتجاه لاعبين او ظهرت اخبار جديدة. في الختام اتمنى تكون الحلقة جاوبت عن استفساراتكم وعن اهتماماتكم بصفقات ريال مدريد اللي اخذ مساحة شاسعة، لانه الموضوع الانتخابات هو اللي اجج صفقات ريال مدريد. اتمنى تكونوا بخير. تحياتي.